فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. مقدمة الناشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، وبعد، فإن هذا الكتاب بطبعته الجديدة المشروعة جمعت به الكتب السبعة التي سبق نشرها، متضمنة إضافات وتنقيحات وصورا لشخصيات جديدة تركها المؤلف رحمه الله وتنشر للمرة الأولى، وبذلك احتوى هذا الكتاب على 65 صورة من حياة صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، آملين من العلي القدير أن يعيننا على إصدار بقية ما تركه المؤلف رحمه الله من صور جديدة تنشر للمرة الأولى وبشكل متتابع إن شاء الله. ومما ذكره أهل الفكر والتربية في حق هذا الكتاب نورد مقتطفات مما نشر في كتاب دليل مكتبة الأسرة المسلمة للدكتور عبد الرحمن أحمد أبو سليمان الصادر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي، فقال: حرص المؤلف على اختيار اللمحات المعبرة والعبارات الموجزة والعرض المختصر، واستخدم أسلوب السرد القصصي غالبا، وجمع بين الحقيقة التاريخية والبلاغة الأدبية، فكان مشرق البيان متين العبارة، يتوخى الألفاظ الفصيحة، ويشرح في الهامش ما يمكن أن يستعصي منها على فتياننا وفتياتنا، ويهتم بضبطها ويضع علامات الوقف بدقة، ويوزع حديثه في فقرات متسلسلة، ويثبت في خاتمة كل فصل قائمة بالمراجع لمن شاء أن يستزيد من أخبار الصحابي. وبعد، فمن الحقائق المؤكدة أن المرء في بداية سن الشباب يتطلع إلى نموذج يتخذه مثالا يقتدي به، وفي هذه السلسلة نماذج بشرية واقعية عظيمة تتمثل فيها القيم السامية النابعة من عقيدتنا، وفيها أيضا التوجيه الرائع والدروس النافعة في القصة والأدب، بل وفي القراءة السليمة والكتابة السليمة أيضا. وهو وإن كتب للفتيان والفتيات من المرحلة المتوسطة والثانوية فإنه ممتع للقراءة بعامة في أي مستوى ثقافي كان. ولا يفوتنا أن ننبه القارئ الكريم إلى أننا أصحاب الحق الوحيدون لنشر وطبع وتوزيع جميع كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، ونبرأ إلى الله تعالى مما يظهر في السوق من طبعات لا علم لنا بها. ونذكر بأن علماء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أجمعوا في قرارهم رقم 5 دال عام 1988 أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. وإننا على ثقة تامة بأن القارئ الكريم يملك البصيرة التي تميز الغث من السمين، وتوازن بين الأصيل وما هو غير أصيل، سائلين الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الناشر دار الأدب الإسلامي،
يمان عبد الرحمن رأفت الباشا، رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.